بيبدأ فيلمنا مع شخص اسمه برودي، وده يبقى طيار. بنشوفه وهو داخل المطار بسرعة ومستعجل جدا لأنه متأخر، وبيكون سبب تأخيره ده دايما لأنه شخص بتاع مشاكل واتخانق مع واحد من العملاء وضربه كمان. ودي مش بتكون أول مرة، لأنه دايما بيعمل مشاكل مع المضيفات اللي بتشتغل معاه. ولما بيدخل برودي للمطار بيكلم بنته دانييلا فيديو كول، وفي نفس الوقت بيخلص إجراءاته الأمنية علشان يلحق الرحلة بتاعته. وبنشوف بنته وهي بتقول له إنها عايزة تقضي عيد ميلادها في جزيرة هاواي، وبتأكد عليه إنه ما يفوتش عيد راس السنة دي لأنها حابة تقضيه معاه. وبيرد عليها برودي وبيقول لها إنه هيكون موجود معاها، وبيتمنى إنه ما تحصلش حاجة تعطله. بعدها بنعرف إن برودي قدر يلحق رحلته في الوقت المناسب، وبنشوفه وهو داخل كابينة الطيارة وبيعرف من المساعد بتاعه ديلي إن ضابط الطيران مارش لسه ما طلعش على الطيارة علشان يعرف مين متأخر. وبنشوفهم هما الاتنين بيتناقشوا مع بعض عن الرحلة الجوية اللي هيقوموا بيها، وديلي بيعرف برودي إن الطقس حالته سيئة جدا وبيسبب لهم شوية صعوبات في طريقهم. وفي نفس الوقت بيدخل عليهم ضابط الطيران وبيعرفهم إن طيارتهم تريل بليزر رحلة 199 هتتجه لمدينة طوكيو، والحمولة هتكون 14 راكب. ولما برودي بيشوف على الشاشة إن الطريق اللي المفروض يطيروا فيه مليان سحب وغيوم، بيقترح إنهم ياخدوا طريق تاني غيره. لكن ضابط الطيران بيقطعه في الكلام وبيقول له إن مفيش تغيير هيحصل، وإن الطقس هيتحسن في الوقت اللي هيوصلوا فيه للمنطقة، لأن الطريق التاني هياخد منهم وقت أطول. ساعتها برودي والمساعد بتاعه علشان يخلصوا من زن الضابط عليهم بيوافقوا على كلامه، على الرغم من إنهم كانوا بيفضلوا الطريق التانية لأنها أأمن ليهم. وبعدها بنشوف المضيفة بوني بتدخل عليهم وبتعرف الكابتن برودي إنهم عايزينه في ممر الطيارة. ساعتها برودي بيروح علشان يعرف فيه إيه بالظبط، وبيقابل ضابط شرطة ومعاه واحد متكلبش اسمه لويس. وهنا بنعرف إن الشرطة بتسلم الشخص ده في طوكيو، وبيكون المجرم ده متهم في قضية قتل عمد ومحكوم عليه ب15 سنة، وهيكون معاهم في الرحلة على الطيارة. علشان كده الكابتن برودي بيقلق أكتر، لأن من الطبيعي لو الركاب عرفوا بحاجة زي كده هتخليهم يقلقوا جدا، بتنتشر الفوضى في الطيارة. وبيطلب برودي من الضابط إنه يبعد إيده عن المجرم ويقعد في آخر الغرفة اللي ورا غرفة القيادة، وفي نفس الوقت بيكون هو جنب المجرم ومش بيفرقوا أبدا. وهنا بيخلص الكابتن برودي من القصة دي. بعدها بنشوفه واقف مع باقي المضيفات اللي هيكونوا معاه في الرحلة، إيزابيلا وماريا. بتروح ماريا تهني الركاب بمناسبة السنة الجديدة، وبنشوف أشكال الركاب ومن ضمنهم رجل أعمال اسمه سانكلر، وده بيكون رجل سريع الانفعال جدا. وكمان بنشوف 2 من الركاب بيشتكوا إن الطيارة حالتها تعبانة ومش مناسبة خالص، لكن برودي بيرد عليهم وبيطمنهم إن الطيارة كويسة وضد الصدمات وبيوصلوا بخير. ومن ضمن الركاب بنت إنفلونسر اسمها بري ومعاها صاحبتها كاتي. كان عندهم مشكلة لأن المكان اللي قاعد فيه الضابط والمتهم يبقى مكانهم، لكن ماريا بتحل الموضوع وبتخليهم ياخدوا مكان تاني غيره. ولما البنتين بيعرفوا المتهم بيحاولوا انهم ياخدوا صورة سيلفي معاه، لكن المتهم لويس بيمنعهم انهم يعملوا كده. وبعد ما كل الركاب بياخدوا اماكنهم بتكون الرحلة خلاص على وشك الانطلاق، والكابتن برودي بيقول لهم موجز الرحلة في الميكروفون، وبعدها بيختمها بنكتة بيلطف بيها الجو وبتنطلق الرحلة. بتكون الدنيا ماشية تمام، والمضيفات بيخدموا على الركاب بكل لطف، وكباتن الطيارة بيدردشوا مع بعض أثناء القيادة. بس فجأة الدنيا بتبدأ تاخد منعطف تاني، وده لأن العاصفة بتقوم، ودي حاجة كانوا متوقعينها لما كانوا بيتناقشوا مع ضابط الطيارة. ساعتها الكابتن برودي بيطلب من الركاب إنهم يربطوا أحزمة الأمان كويس، وبعدها بيفضل يتصل بحركة المراقبة الجوية علشان يبلغهم بالأوضاع الحالية، لكن للأسف محدش بيرد عليه. وأثناء ما هم ماشيين بيدخلوا أكتر جوه العاصفة، والبرق بيضرب الطيارة وبيخليها تتهز، وساعتها الركاب بتبدأ أصواتهم تعلى ويصرخوا من الخوف. وبيضطر الكابتن برودي إنه يخرج لهم علشان يطمنهم ويعرفهم إن الطقس وحش شوية بس هيكونوا بخير. وفجأة بيتكرر البريق بشكل غير متوقع، لدرجة إن برودي بيتخبط في دماغه وبينزف منها، بس مش بيهتم وبيرجع لغرفة القيادة بسرعة علشان الوضع بقى ما يطمنش. وبيكون فعلا الوضع بقى خطر، لأن كمان الكهرباء قطعت عن الطيارة، حتى الاتصالات مش بتوصل بسبب العاصفة، والمطر بيكون غزير جدا وبسببه بيكون مؤثر على الرؤية. بيحاولوا الكباتن إنهم يلاقوا أي طريقة يلقطوا بيها إشارة، بس للأسف مش بيكون قدامهم حلول، وبيقرروا إنهم يهبطوا بالطيارة في أقرب مكان ممكن. ساعتها بنشوف المضيفة بوني وهي بتعرف الركاب إن الكهرباء قطعت في الطيارة، وإنهم يربطوا أحزمتهم كويس ومحدش يتحرك من مكانه أبدا لأي سبب من الأسباب. وبعدها بنشوف الكباتن هم بيدوروا على جهاز اسمه الجيلسكوب،
على مكان آمن يهبطوا فيه. وفي نفس الوقت بيكون المضيفات بيعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يخلوا الركاب ما يتحركوش من مكانهم. وأثناء الهزات المتكررة في الطيارة بيقع من ضابط الشرطة تليفونه في الممر، وبيحاولوا المضيفات يمنعوه ويحذروه انه يتحرك من مكانه، لكن الضابط ما كانش بيسمع لهم ولا مهتم بكلامهم. وفجأة البرق بيضرب الطيارة للمرة الثالثة، بس المرة دي بتكون أقوى وبتخلي الضابط يطير ويخبط في سقف الطيارة وينزل على الأرض أكتر من مرة، وساعتها البرق بيضربه بشكل مباشر وبيخلص عليه فورا. المضيفة بوني بتشوف المنظر ومش بتصدق اللي حصل، بتكون مرعوبة جدا وبتحاول بصوت مرتعش انها تخلي باقي الركاب ما يتحركوش من مكانهم مهما حصل. وبعد اللي حصل للضابط فعلا الركاب بيثبتوا في اماكنهم، وخصوصا بعد اللي شافوه بيكونوا مرعوبين جدا. بعدها بنروح لغرفة القيادة تاني، وبيكون الكباتن اخيرا لقيوا مكان مناسب للهبوط، بس المشكلة انهم قدامهم 3 دقايق بس والمحركات تقف، وده بسبب انقطاع الكهرباء، وبتكون كل ثانية بتمر بتزود الضغط عليهم. مع الهزات اللي مش بتقف دي بيقدر الكابتن برودي انه يهبط بالطيارة جوه الغابة، وده بيخلي اجنحة الطيارة تخبط في الشجر بشكل سريع جدا وعنيف، بس المهم انهم قدروا يهبطوا بسلام. وبيقدر الكابتن وزمايله انهم يتنفسوا اخيرا بعد ما كانوا على وشك الموت. ساعتها الركاب بيفرحوا جدا لانهم نجوا، وبينزلوا من الطيارة وبيلاقوا نفسهم في جزيرة، وبيسيبوا جثة الضابط جوه الطيارة، وبيعرفهم الكابتن انهم ممكن يكونوا قريبين من الفلبين. تاني يوم الفجر بيكون الكل بأمان وإلى حد ما حاسين بالراحة. ومن الناحية التانية بنشوف رئيس شركة الطيران عامل اجتماع طوارئ علشان يشوف الطيارة ديل بليزر 119 اختفت فين. وبيكون موجود شخص اسمه ديفيد سكارسديل، وده خبير في استراتيجية الشركات وإدارة الأزمات، وهيكون مسؤول عن جهود إنقاذ الطيارة 119. وبنشوف سكارديل وهو بيشتم الضابط اللي ما سمعش كلام الكابتن برودي قبل كده من الأول، وإنهم كانوا لازم ياخدوا طريق الأمان قبل ما تبدأ الرحلة. وبعدها بيعرفوا فريق الإنقاذ إن آخر إشارة جات لهم من الطيارة كانت في مانيلا، بس على طول بتتقطع الإشارة. وبيتناقش سكارسديل مع فريقه إزاي يقدروا يحددوا مكان الطيارة. بعدها بنرجع لطيارتنا وبنشوف بوني وهي بتدي للكابتن مفاتيح الكلبش الخاصة بالمتهم ويلز، وبيحاول برودي والمساعد بتاعه من خلال الخريطة الورق إنهم يحددوا مكانهم فين. وأخيرا بيستنتجوا إنهم في جزيرة اسمها جولو، وديلي بيقلق جدا أول ما بيسمع الاسم، وبيعرف الكابتن إنها جزيرة بتحكمها عصابات مسلحة معروفين بالقتل والسرقة. ساعتها بيقرر الكابتن إنه يخبي الموضوع ده عن الركاب علشان ما تحصلش الفوضى تاني، وده حفاظا على سلامتهم. وبعدها بيبدأ يساعد الركاب في إنهم يعملوا خيم مؤقتة لغاية ما يلاقوا حل. وبنشوف رجل الأعمال سانكلر العصبي ده بيقول للكابتن إنه مش عاجبه اللي هم عملوه، وإنه إزاي ينصبوا خيم في الغابة لأن بالنسبة له مش أمان خالص، وإن الأحسن لهم يفضلوا جوه الطيارة. لكن برودي بيعرفه إن ده ما كانش ينفع يحصل لأن الطيارة ما فيهاش كهرباء وحرارة، وإنه كمان يقدر اللي عملوه الطيارين علشان يحافظوا على سلامتهم. وبعدها بيروح ديلي مع برودي علشان يحاولوا يصلحوا العطل اللي تسبب فيه البرق، لكن بيفشلوا انهم يصلحوه. وبعدها بيدخل الكابتن برودي الطيارة، بيلاقي شنطة الضابط وبيلاحظ ان لويس مختفي، بس بيلاقيه وكمان بيقرر انه ياخده معاه علشان يدوروا على اي مساعدة توصلهم بشركة الطيران. وبنشوف برودي وهو ماشي مع لويس وبيسأله ناوي على ايه، لانه لما كان على الطيارة من شوية لقى سكينة في حاجته، بس لويس بيصر على موقفه ومش بيقول له على أي معلومة. بعدها بنشوف الجماعة الإرهابية المسلحة وبنتعرف على القائد بتاعهم اللي اسمه جولمار، وبيعرفوا واحد من أهل القرية إن في طيارة هبطت على الجزيرة، وبيضيف كمان إنها هبطت بالقرب من حقل الألغام. وبيستنتج القائد جولمار إن استحالة تكون تبع الجيش، بس مش معاه معلومات تانية. وبنرجع للكابتن برودي وبنشوف إن المجرم لويس سابه في نص الطريق وهرب. وبعدها بيقدر برودي يوصل لمكان شبه المستودع وبيكون فيه خط تليفون، وبيقدر يصلح دايرة الاتصالات فيه وبيتصل بشركة الطيران وبيعرفهم باللي حصل كله. بس الشخص اللي بيكون معاه على الخط مش بيكون فاهم أي حاجة والاتصال بيتقطع، وبيحاول برودي يطلبه تاني بس مفيش فايدة. ساعتها برودي بيتصل ببنته دانييلا اللي بتكون قلقانة على باباها جدا، وبيطمنها باباها وبيطلب منها انها تروح تبلغ في شركة الطيران انهم موجودين في جزيرة جولو، بس هو معاها بيهجم عليه شخص من داره وبيحصل بينهم قتال
قتال حاد جدا، بس في الاخر برودي بيقدر انه يتخلص منه. بعدها بيسمع صوت ضرب نار وبيجهز مسدسه وبيستخبى، وبيتفاجئ ان الشخص اللي قرب منه هو لويس، وكمان بيديله بندقية. وهم نازلين من المكان بيلاقي مجموعة من المسلحين ميتين، وده بسبب ان لويس هو اللي خلص عليهم. وبيلاقي كاميرا متسجل عليها فيديو في المكان لمجموعة من الأجانب اللي اتسرقوا قبل كده، وبسرعة بيجروا الاتنين على الطيارة علشان يلحقوا الركاب قبل ما يحصل معاهم حاجة، واللي كانوا خايفين منه حصل. وبيلاقوا مجموعة عربيات عليها أشخاص مسلحين وبيهجموا على ركاب الطيارة. وبعد فترة قصيرة بيوصل برودي وويلز وبيشوفوا من بعيد المسلحين وهم بيهددوا الركاب وبياخدوا حاجاتهم، ومن ضمن الحاجات اللي خدوها هي قائمة أسماء الركاب. وواحد من المسلحين بيسألهم مين هو برودي، بس محدش من الركاب بيرد عليه. وبتحاول بنت إنها تهرب، لكن بيضربوا عليها نار، وبيصرخ زميلها وبيحاول يجري عليها، لكن جولمار بيخلص عليه بدون أي رحمة. مش بيقدر الكابتن برودي يتحمل المنظر، وبيكون عايز يجري عليهم، بس لويس بيربطه وبيمنعه لأن عددهم وكمية السلاح اللي معاهم كبيرة. وبيطلب جولمار من رجالته انهم ياخدوا كل حاجة من الركاب ويأسروهم ويمشوا بعدها الكابتن برودي بيدخل للطيارة وبيسيب رسالة لفريق الإنقاذ اللي جاي في الطريق. بعدها بنشوف ديلي بعد ما قدر بشكل ما يصلح العطل اللي في الطيارة، وبيكون سكارسديل قدر يحدد مكانهم بوضوح. وبنشوف لويس وبرودي وصلوا للقرية اللي بيكون هناك الركاب محبوسين فيها، وبيقدروا هما الاتنين يقضوا على أفراد العصابة وبيحرروا كل الرهاين. وبيركبهم القائد برودي أتوبيس، وبيضطر إنه يفضل في القرية علشان يشتت انتباه العصابة. وبنشوف برودي وهو بيعرض حياته للخطر ورايح يتكلم مع جولمار وعامل نفسه مش عارفه، بس جولمار بيؤمر رجالته يضربوه ويعذبوه. وفي نفس الوقت فرقة العمليات الخاصة المسؤولة عن الإنقاذ بتهجم على القرية وبتلحق برودي وبتخلص على كل المسلحين الموجودين حواليه. بيكون السبب في كده هي الرسالة اللي سابها لهم برودي في الطيارة. وبعدها بنشوف جولمار وهو غضبان جدا بسبب اللي حصل، وبيأمر كل رجالته اللي اتبقوا يروحوا على مكان الطيارة. بنروح على مكان الطيارة وبنشوف برودي بيطلب من الركاب وكل الموجودين هناك انهم يثقوا فيه. بتكون خطته انهم يحاولوا يصلحوا الطيارة وفرقة العمليات الخاصة تحمي الركاب، وده لان لغاية ما تيجي الطيارة التانية هتاخد يوم كامل. بيكون جولمار ورجالته في طريقهم لمكان الطيارة على العربيات ومعاهم اسلحة كتير جدا، وبيوصلوا وبيضربوا نار بشكل غير طبيعي، وبيتصاب واحد من الركاب، وبتقوم مواجهة تاني بين فرقة العمليات والعصابة وقائدهم جولمار. وبتستمر المواجهة لفترة طويلة، وبرودي بيحاول انه يوصل للطيارة علشان يصلحها، على الرغم انه بيتصاب في رجله، بس بيكمل وبيبلغ المقر الرئيسي للشركة انه هيطير بالطيارة. ساعتها رئيس الشركة بيكون رافض، لكن سكارسديل بيدعمه وبيوافق على القرار ده. وبنرجع للمواجهة اللي حاصلة، وبيقدر لويس مع فرقة الإنقاذ يعملوا تغطية للركاب لغاية ما يركبوا الطيارة، وبيكون الكابتن صلح العطل والكل بيركب الطيارة ما عدا لويس وفرقة الإنقاذ. وبنشوف لويس عنده خطة تانية وبياخد شنطة الفلوس اللي كانت مع العصابة وبيهرب بسرعة. وبنشوف جولمار مع واحد من رجالته بيحاول يضرب الطيارة بRPG، بس ساعتها لويس بيضرب عليه نار وبينقذ الطيارة وهي في الإقلاع. وبيقدر الكابتن برودي يطير بالطيارة ويهبط بيها في مطار قريب بسلام. وأخيرا بينتهي الخطر، كل الركاب بيشكروا الكابتن الشجاع اللي قدر ينقذهم كلهم. وبنشوف الركاب وهم نازلين من الطيارة ومبسوطين جدا. وأخيرا برودي بيتصل ببنته وبيعرفها انه راجع للبيت في الوقت المحدد. هنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.